ان شاء الله النهارده هعمل لكم تفريز ورق العنب بطريقه سهله وبسيطه، وهيطلع مزز وجميل وزي العسل. بس اعمليه بالطريقه دي. الميه اللي بتحطيها على النار حطي عليها ليمون وخل، ليمون وملح وكمون، ويا دوبك تغطسيه كده وتروحي مطلعاه، يعني مش تخليه لما يتهري الورق، لا، هيبقى زي الفل وحلو قوي اهو. شايفينه زي الفل اهو. بس قبل ما اقول لكم الطريقه حطوا له لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي بيكلمني من البلاد يقول لي منين، علشان انا بحب اللي يكلموني من البلاد، والله العظيم بحس اللي يعني في اتصال بيننا وبينهم بعديهم كده. ولو عايزين اي حاجه قولوا لي وانا هعملها لكم. يلا بينا على الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما يحلى الكلام الا بذكر الله والرسول عليه الصلاه والسلام. حبايبي ومتابعين مادة، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده انا هوريكم طريقه تفريز ورق العنب. طريقه سهله وبسيطه ومش هتفك العنقود ده على فكره، عشان ما يتبهدلش البتاعه. ها، وهو اهم حاجه الميه اللي انت بتغلي فيها، اللي بتعملي فيها فرزي منها الورق العنب. ورق العنب لازم يتحط له 3 حاجات: ملح وكمون وليمون في الميه اللي انت بتسلقي فيها. لما تحطي الكميه ديت هتطلع الحاجه كويسه وزي الفل. حطي ليمون على الميه، حطي معلقتين ملح، معلقه كمون عشان الغازات وكده، وهيطلع الحاجه زي الفل. تنزليه وتطلعيه كده وخلاص. يعني يا دوبك تحطيه في الميه شويه كده بتاع دقيقه، وبعد كده يطلع زي الفل. بصوا الورق العنب تعرفون ازاي هو ورق عنب؟ لما تلاقوه ناعم كده، بصوا ناعم اهو. ورق العنب ناعم. ورق التوت خشن، عشان تبقوا عارفين، لان في ناس بتبيع ورق التوت على انه ايه ورق عنب، والناس ما بتعرفش، لكن اللي بتعرف بقى هتفهم. يبقى ده ورق عنب. ورق العنب بيبقى ناعم وورقته ناعمه كده وحلوه، يعني مش، بصوا كل ورق عنب اهو. انا جايبه 30 جنيه امبارح من السوق. انا جبت امبارح شويه حاجات، بس بصراحه ما قدرتش بالليل اقف ان انا اقول لكم الاسعار، فبالليل ممكن اقول لكم اسعار الحاجه اللي انا جبتها. الورق العنب ده ب 30 جنيه، الكيلو ب 30 جنيه. في قوطه مستويه ب5 جنيه، في قوطه ب8 جنيه، ال2 كيلو ب15 جنيه. في البطاطس 3 ب20، الخيار مش عارفه ب10 ولا ب12 مش فاكره، الفلفل ب10، الرومي والحامي وحاجات صبحه، يعني جايبه الحاجه صبحه. الليمون ب20، انا جايبه ليمون زياده عشان هعمل ليمون معصفر، عشان بنتي قالت لي اعملي لي ليمون قبل ما تيجي وتمشي تروح واخداها معاها. وجبت ايه تاني؟ والباميه، الباميه ب50 جنيه جايباها، اللي هي تتعمل طبيخ. وجبت اللي هي الوكه ب40 جنيه، وهوريها لكم دلوقتي وانا قاعده بقمعها يعني. المهم الاول ايه؟ نعمل ورق العنب، لان ده تفريز ورق العنب. يلا بينا على البوتاجاز. انا حاطه الميه على النار، قربت خلاص تسخن اهي، ونشوف هنعمل ايه. الميه غليت اهي، احط عليها ليمونه عشان يدي مزازه يدي مزازه لورق العنب. الليمون، نحط ملح، وهنحط كمون،
دول اهم حاجه. ونجيب الورق بالعنب بتاعنا بنفس الربطه بتاعته كده اهو، بنزله كده ربطتين ربطتين كده. انا مش عايزه افكه علشان ما يتبهدلش. بصوا على طول اهو بتاعنا دي تفك مش مشكله. لازم تشيليه مسلوق. لو شلتيه مش مسلوق، انا في ناس بتشيله مش مسلوق بيتكسر يا جماعه، لكن ده ما بيتكسرش. حط اتنين كمان. ده كيلو، انا ما جبتش اكتر من كيلو، كنت جايبه كيلو قبل كده عملته فيه منه بتاع ربع كيلو. لسه هقعد كل ما اروح اجيب كيلو في كيلو كده، بحيث ان انا ايه اخزن بتاع السنه كله، عشان في نص السنه ما بتلاقوهوش. يعني في الشتاء مش هتلاقيه، لان العنب ما بيطلعش الا في الصيف. تيجي مثلا عشان تجيبي بيبقى غالي، بيوصل ل 80 جنيه ساعات. زي ما قلت لكم ما تحطوهوش كتير على النار، ودوبك بس ياخد اللون. وبشيله بعروقه على فكره. العروق برضو دي مش بقطعها، مش بقعد بقى اقطع واحده واحده كده، لا بعروقه بشيلها. وساعه ما باجي اعمله بروح مطلعاه من بدري واقعد اعمل فيه بقى، اوضف فيه من غير تعب ومن غير اي حاجه. يا دوبك اللون يغير بس. انا هحط كل ربع كيلو في كيس، عشان لما باجي اعمل محشي باجي عامله بتنجان كوسه فلفل، فيعني ما اعملش كتير. ربع كيلو. انا هوريكم ازاي اشيله في الاكياس دلوقتي. والله ما قادره اقول، انا بعمل لكم الحاجه وربنا يعلم بيه. رحت عشان اجيب اللحمه امبارح ب 340 جنيه. اللحمه الكيلو ب 340 جنيه، امال في العيد هتبقى بكام؟ ب 500 جنيه بقى. بصراحه ما جبتش، كنت عايزه اعمل الباميه بلحمه. انا عندي 2 كيلو في التلاجة، قلت اخليهم لما تيجي بنتي تاكلهم، وكده كده هنشتري برضه.
بس ب 340 جنيه يعني انا ذهلت. انا كنت واخده معايا فلوس كتير اتصرفت، فلقيت يعني انا بجيب مثلا 3 4 كيلو بجيبهم بكام؟ ب 1200 ب 1300. يا نهار اسود. زي الفراخ امبارح جايبه الفراخ 8 فرخات ب 1520 جنيه، اللي كنت بجيب 10 فرخات ب 600 و 700. لما نيجي بقى نعمله بنروح حاطينه في ميه بارده علشان يغسله. كده خلصت اهو. هنحطه بقى في الاكياس بس اما يبرد. كده برد اهو. هاخد بقى واحدتين واحدتين. كده اخد واحده صغيره عشان دول ايه. الله يرحمني. نعمل كده. ناخد واحده تاني دي صغيره. ودي كبيره شويه عشان نبقى عاملين ربع كيلو ربع كيلو. لو لقيتيه سخن متحطوش في الفريزر سخن. ريحته عشان محطوط عليه الليمون والكمون والحاجات دي نخليها ايه. هو الكيلو يتعمل على 4 مرات، كل مرة ربع كيلو. بس عشان انا بعمل اسمه ايه ده، جنبي بعمل فلفل، بعمل كوسة، بعمل يعني في حاجات تانية بتتعمل جنبي. بصوا اخضر ازاي. دي مربوطة مع دي. طيب يلا الحمد لله. لقيتيه منفوخ اعمليه من الجنب كده بسنانك عشان ايه يبقى ما ياخدش حاجات كتير. وكده اهو انا هوريكم ازاي انا بعمل. ورق العنب. ده كيلو اهو عملته على 4 اكياس علشان انا بعمل حاجات تانية جنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.